ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهارده هعمل حاجه حلوه لاولادي الحلوين الصغيرين. هنجيب كرتونتين على هيئه مستطيل، واحده فيهم هرسم فيها مستطيل من فوق على كد المسطره بالظبط، يعني كأني بحدد المسطره. وبعد كده هفرغه. بعد ما فرغته هجيبه على الكرتونه التانية اللي هي نفس المقاس، وهحطهم. بعد كده هحط نقطة من الناحية دي ونقطة من الناحية دي، وهحاول اعمل ثقب في الناحيتين، ثقب من الناحية دي وثقب من الناحية دي. وعندي خيط فيه 10 خرزات موجودين عندي، كانوا في شنطة قديمة، وهحاول ادخلهم في الكرتونة في الثقب اللي انا عملته. وبعد ما ادخلهم هحاول ادخلها. طبعا انا مش راضية اوسع الثقب علشان خاطر ايه ما تتقطعش بعد كده الكرتونة. وهربطهم من ورا كويس عشان لو حبيت اعلقها على السبورة او في اي مكان بحيث الطفل يستخدمها بسهولة، او لو حطيناها على ترابيزة عادي. شايفين؟ بحيث احرك الخرز براحتي بمنتهى السهولة داخل المستطيل. بعد كده هعمل 3 مربعات من تحت المستطيل على كد البطاقات اللي عندي دي، بس هو يكون اكبر من البطاقة شوية بحيث لما احط البطاقة اقدر احركها بسهولة. يعني انا بقص على كد البطاقة، بس هصغر البطاقات شوية عن المربع اللي انا عاملاه ده. وبعد ما احددهم هفرغهم. انا حددتهم اهو 3 مربعات، هفرغهم. وبعد ما فرغناهم اهو 3 مربعات ومستطيل من فوق، بقى المنظر ده عندي، بحيث احط البطاقات جواهم منتهى السهولة، بتتحرك بسهولة. انا عندي 2، هعمل 10 بطاقات. عملت 10 بطاقات وغلفت الشكل وغلفتهم هما كمان، وهنكتب عليهم ايه الارقام. هنجيب كيس بلاستيك وهنحطه بين الكرتونتين، اي كيس عندك شفاف، ولو مش متوفر ممكن تستخدمي كيس مسحوق الغسيل تقلبيه من ورا وتحطيه عادي، قد الغرض. وهنحاول نلزقه على الكرتونة من تحت بحيث يبقى تحت الخرز. ثبت الكرتونة من فوق، وكمان الكيس هحط منه من فوق كمان عشان ما نيجي نكتب عليه. هلزقه اهو. والبطاقات هكتب عليها الارقام من 1 ل10. دي انا هستخدمها في الجمع والطرح، هعلم طفلي من خلالها يجمع ويطرح ويلعب وهو مبسوط. شايفين هنستخدمها ازاي؟ هقول للطفل اجمع لي 2 زائد 3 يساوي كام، فيعد 2 و3 5. 2 زائد 3 5. 4 زائد 1. 1 2 3 4 زائد 1 يساوي 5. 1 2 3 4 5. هيحط 5. هو بيلعب
وبيجمع وهو مبسوط. ممكن استخدمها من غير البطاقات، ممكن اخليه يكتب بايده، اقول له اكتب 2+1، هيكتب ويعد ويلعب وهو مبسوط. ولازم اركز على كلمة زائد وكلمة يساوي، المفاهيم الرياضية يحفظها من هو صغير. 8+2، هو هيعد وهو مبسوط وبيلعب. 10. ممكن استخدمها في الطرح، اقول له 10-3، هنعد 10 وينقص منها 3، 1 2 3، هيتفضل هيعد 7. انا كده بعلمته الجمع وكمان بعلمه الطرح بمنتهى السهولة. 5-3، نقص منها 3، اتفضل 2. كمان كده بثبت عنده الارقام بحيث هيكتبها بايده عمره ما هينساها. يبقى انا عندي الوسيلة دي ممكن استخدمها في الجمع والطرح، وكمان ممكن استخدمها في اكبر واصغر ويساوي. اتمنى ان تكون الوسيلة عجبتكم، وياريت ما تنسونيش وتفعلوا الجرس وتعملوا اشتراك للقناة واعجاب، وهتوحشوني عبيت للوسيلة التانية. سلام.